السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم واخباركم ايه؟ انا النهارده بقى جاي اعمل معاكم الليمون المعصفر. انا عملته، يعني انا عملت ليمون معصفر. ده بيغيب شويه اهو في البرطمان اهو. ده بيغيب شويه، ده بيقعد شهر واتنين كمان لغايه ما يستوي. لكن الليمون ده بقى انا هعمله معاكم ليمون سريع، من 10 ل 15 يوم بالظبط كده بيكون زي الفل، تعرفوا تاكليه يعني. لكن الليمون ده بيغيب قوي، فانا هوريكم برضو انا عملته ازاي ونعمل الليمون ده مع بعض، نخلط ده مع بعض. الليمون المعصفر ده اللي هو بيغيب اللي قلت لكم عليه ده بيقعد شهر ونص تقريبا او شهرين. وهقول لكم برضو على طريقته. انا باخد الليمونه خضره كده، يعني الليمونه خضره كده، بفتحها كده 4 فتحات من غير ما اسلقها ولا اي حاجه خالص. وبحشيها ازاي؟ ده معانا حبه البركه وعصفور. عصفور ده يا جماعه عصفر معلش. العصفر ده بيجي الليمون المعصفر ده بالذات، وفلفل احمر، شطه اللي هي الشطه دي ضربتها في الخلاط وعملت بيها مع ملح طبعا. حطيت انا عامله البرطمان ده 3 كيلو، حطيت له كيس ونص ملح. هو الكيس ابو 50 قرش ده خد كيس ونص، وده اللي بقى منه. يلا نشوف بقى عملتها ازاي. هعمل واحده بس معاكم اهو، بس بعمله كده. وخلاص. طب دي انا هسيبها، انا لسه عاملاها اصلا من يومين 2 بس، فمش هيحصل لها حاجه. نحطها معاه. يلا نشوف ده بقى هعمل فيه ازاي، هعمل فيه ايه. انا الاول في ليمون اخضر اهو. الليمون الاخضر ده انا مش عايزاه عشان بيبقى ممرر معانا، فانا بنقضه كده. ده بحطه في التلاجة لوحده، ده بيغيب معانا شويه في السوا وبيبقى ممرر كده. فانا طبعا عايزاه سريع يعني، هو 10 ايام حلو قوي هتاكلي منه. الليمون يا جماعه دلوقتي اللي عايز يخلي الليمون، طبعا الليمون رخيص جدا دلوقتي. الليمون ب5 جنيه، يعني انا جايبه ده، جايبه الاتنين ب10. فهي كده. انا دلوقتي هاخده سلقه على البوتاجاز، دي ميه مغليه، افضي فيها الليمون يعني تاخد له غلوه بس كده، ياخد غلوه. انا مش هغيبه يعني، هو بس مجرد ما هيقلب معايا انا هنزله، لان هو الليمون اصفر اصلا فمش محتاج سوا كتير يعني، مش اخضر ولا حاجه. بس كفايه كده. وخلاص كده هو كده بيقلب اهي، يعني هو لسه بادئ ان هو يغلي حالا. بس انا عايزه مش عايزه اكتر من كده، هو مجرد بس ان هو يدبل كده يعني، مش عايزه اكتر من كده. هو اصلا الليمون اصفر فمش هياخد معانا وقت يعني. خلاص كده انا خدته، خلاص نشفته. شوفوا. يلا نبتدي بقى. قلت لكم معايا ده عصفر، ومعلقتين 3 حبه البركه، واللي هو الفلفل مجروش مضروب في الخلاط. حط شويه كمان. ده بقى يا جماعه من الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، الليمون المعصفر. طبعا اللي عايز يحط شطه يحط، انا حاطه شطه. نحط شويه كده.
رشه ليمون، طبقه كده وطبقه كده. طبعا احنا ما نحدقوش قوي بايدينا، بعد يومين 3 نعرف اذا كان حادق او عادي، عشان لو عادي احنا هنظبطه، لكن لو حادق مش هيتاكل. خلاص كده انا فضيت الخلطه كلها. طبعا لو ما عندكيش حبه البركه مش لازم، لو ما عندكيش عصفر مش لازم. ده طبعا كان بواقي الخل اللي انا عملته قبل كده. معلش انا معرفتش اصوره معاكم عشان انا يعني. نضيف كمان شويه فلفل. خلاص كده انا خلصت العبوه كلها معايا. نحط الميه بقى. يا ريت لو عجبكم الفيديو، انا كده خلصت. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناه وتعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.